اوعى تسافر وانت معاك اي دواء. هقولها لك تاني، اوعى تسافر وانت معاك اي دواء. مهما كان الدواء ده بتاع ايه او بيعالج ايه، لازم تتاكد 100% ان البلد اللي انت داخلها مش حاظره الدواء ده. الضابط اللي هيوقفك في المطار قدامه لستة كده، ولو الدواء اللي معاك ده في الليسته دي مش هيحلك. في ادويه مصرح بيها موجوده في مصر ممنوع دخولها في دول تانية كتير. فرجاء عشان ما تتوقفش في المطار ويتعمل معاك مشكله ومحدش يعرف يخلصك منها، اتاكد 100% قبل ما تسافر ان الادويه اللي معاك دي مرخصه في البلد اللي انت داخلها. ايا كان الدواء اللي معاك بتاع ايه، ممكن يكون غير مرخص في الدوله اللي انت داخلها. فلو غلبت خالص ومش عارف الدواء ده مرخص بيه ولا لا، ابعت لي في الرسائل وانا هقول لك تسافر بيه ولا لا. انا عارف ان نيتك خير، وان انت واخد الدواء ده لصاحبك التعبان، او صعبان عليك حد تعبان في الغربه وعايز تساعده، وعارف ان نيتك خير. بس لو اتمسكت صاحبك ده مش هيعرفك تاني.